فوز مانشستر سيتي على ليفربول بنتيجة كبيرة 3-0. يعني أداء قوي جدا مانشستر سيتي على ملعبه ملعب الإمارات. ليفربول طبعا مش موجود، يعني بعد ما قام ماتش كبير أمام ريال مدريد تحس إن بدنيا ليفربول واقع، وطبعا في مشاكل من اللعيبة، بتحس إن مش دخلتش الماتش، اتأخرت في دخول الماتش. مانشستر سيتي كان داخل محضر، جوارديولا كان نازل عارف هو هيعمل ايه. 3 اهداف، الهدف الاول عن طريق هالاند دقيقه 29 هيد، نقر الكوره طلع من الدور التاني نقرها، هو اصلا مش محتاج ينط. الهدف التاني تسديده ولا اجمل، خبطت طبعا في فان دايك، في الساق فان دايك. طبعا هدف عن طريق نيكو جونزاليس في الدقيقه، الوقت بدل ضايع طبعا، في الدقيقه 48 الوقت بدل ضايع. سجل الهدف التاني يعني قبل ما الشوط التاني، قبل ما الشوط الاول ينتهي كانوا 2-0 الشوط الاولاني. الشوط التاني طبعا مانشستر سيتي كسبت هجومها، وطبعا سجلوا الهدف التالت عن طريق دوكو شد مع سكينة معجون على ليفربول، وهدف ولا اجمل ولا اروع، هدف جميل جدا لدوكو، تسديدة سويرف عالمي. هدف طبعا ده كان في الدقيقة 63، ودوكو طلع في الدقيقة 74 ونزل طبعا عمر مرموش اللي كان على الدكة. فيعني ماتش قوي جدا من مانشستر سيتي، فوز مهم لمانشستر سيتي. وطبعا كده الترتيب حصل فيه تغيرات كتيرة. طبعا ترتيب الدوري الانجليزي كان الارسنال متصدر طبعا، بس اتعادل في ماتش قدام ساندرلاند 2-2. وطبعا كان عندنا كمان فوز تشيلسي على وولفرهامبتون 3-0، وتعادل مانشستر يونايتد مع طبعا توتنهام 2-2. فيعني ماتشات مهمة جدا. وكان عندنا طبعا ماتش في الدوري الاسباني مهم جدا، ريال مدريد بيلعب رايو فايكانو خارج الديار في ملعب رايو فايكانو، انتهى بالتعادل السلبي 0-0. ريال ما قدرش يخلق فرص كتيرة وما قدرش يسجل، طبعا كان ماتش صعب على ريال مدريد، خارج بالتعادل. واول كده الريال بيتعثر، خارج من هزيمة امام ليفربول، متعثر في الدوري الاسباني، في انتظار طبعا برشلونة امام سيلتا فيجو في الساعة 10 مساء. تشوفوا بقى يعمل ايه خارج الديار، برضه ماتش صعب لبرشلونة، فمستنين. وكان عندنا كمان كلاسيكو العرب، الاهلي والزمالك طبعا في السوبر المصري، وانتهى فوز الاهلي 2-0، هدف طبعا لاشرف بن شرقي، والهدف الثاني لمروان عطيه، وتتويج النادي الاهلي. الف مبروك للاهلي والجماهير النادي الاهلي، وهارد لك للزمالك وجماهير نادي الزمالك. كانت بطوله مهمه طبعا، والاهلي قدر يفوز بيها، بطوله مهمه جدا مع المدرب الدنماركي. فيعني ماتش برضو مهم جدا، في انتظار بقى باقي الماتشات، فده الاحد الممتاز بامتياز.